السر اللي ما تعرفوش عن الحاجه اللي بتشربها كل يوم، سر هيشقلب حياتك ويغير نظرتك ليها. الكوبايه اللي في ايدي دي فيها سم، بس مش اي سم، ده سم بيعدل مزاجنا الصبح وبيكلف العالم اكتر من 132 مليار دولار في السنه. بس قبل بقى ما تشربه زي كده، تعال احكي لك حكايه هتشقلب لك دماغك. المكان اثيوبيا، واللي كانوا بيقولوا عليها زمان الحبشه، وتقريبا كده من 1000 سنه. انا راعي غنم اسمي كلدي، وزي ما بيقولوا عليا كده خالدي. لاحظت حاجه غريبه قوي، الغنم بتاعي اول ما ياكل من شجره معينه تبدا تنط وترقص كانها شربت ريد بول. الراجل استغرب جدا وقال معزه ايه دي اللي سهرانه، فقرر هو كمان يجرب. جمع شويه من الحبوب دي وسلقها مره، حرقها مره بالغلط، ومن هنا بدات اسطوره القهوه. لحد دلوقتي كده في دول بتتخانق مع بعض عشان تنسب لنفسها اصل القهوه، وده مش من حبهم في الكافيين، ولكن لان تجارتها عدت ال 132 مليار ده، وده لان تجارتها عدت ال 132 مليار دولار. بعد ما دورت وبعد بحث دقيق قوي مني واظن واضح يعني، اكتشفت ان الزراعه بدات في اثيوبيا، لكن التحول الحقيقي من شجره بريه بتسهر المعزه لمشروب عالمي بيعدل مزاجك كل يوم الصبح حصل عند العرب، وبالظبط في اليمن. هناك الحبوب اتجمعت واتحمصت وكمان اتغلت وبقت مشروب سخن سموه القهوه. القهوه سافرت مع الحجاج من مكه لمصر، ومن هناك لاسطنبول، وكل مكان كانت بتروح له الناس كانت بتقع في حبها. العثمانيين عملوا لها طقوس، ادوات، فناجين صغيره، وحتى قوانين. الايطاليين اخترعوا الاسبريسو، والامريكان عملوا منها موكا، واليابانيين عاملين ليها ساينس لاب حرفيا. والله القهوه دي طلعت حكايه انترستنج جدا. على فكره القهوه دي حرام. اتحرمت؟ حرام ليه اصلا؟ ومين اللي حرم القهوه؟ انا لازم ادور.